بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات. معكم المعلم زهير. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامل الصحة، تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله. كنشكركم على تعليقاتكم وعلى دعواتكم وكلامكم الطيب. ربي يجازيكم كل خير وربي يوفقكم جميع أعمالكم. كنرحب بالأعضاء الجدد اللي التحقوا بنا في القناة، كنتمنى لهم التوفيق والنجاح فضلا وليس أمرا. لكيشاهد معنا الفيديو المرجو دعم الفيديو بالمشاهدة وبلايك وبالبارتاج باش يوصل لعدد أكبر من الناس. كما كتشاهدوا في الصورة أمامكم موضوعنا غادي يكون موديل جلابة الراندا. غادي نمروا الخدمة ديالنا على بركة الله. كنحتاجوا الحرير ديال القصبة كما كتشاهدوا في اللون ديال الثوب، كنحتاجوا كذلك الالوان اللي غندخلوا معاه في الرشيمه ديالنا، يعني في الزواقه ديالنا. انا اختاريت هاد الثلاثه ديال الالوان، يعني هاد اللون القرفي مع البيستاج الاخضر وكذلك البرتقالي. بالنسبه لكم كيبقى اختياركم في تناسق الالوان، ممكن ديروا جوج الالوان او ثلاثه او لون واحد يعني الزواقه ديالنا. كنحتاجوا الحرير كله مبروم على جوج ديال الشعرات كما كتشاهدوا اللون ديال البياسه والالوان اللي غادي نزوقوا بهم الخدمه ديالنا. بريم خفيف. بالنسبه للفيديو ديال طريقه البريم للمعلم زهير راه متوفر في القناه، ممكن اي اخت يعني عندها مشكل في البريم تشاهد الفيديو وتستافد. كنحتاجوا كذلك الابر النمرة 7 اللي كنخدموا بهم عادة الراندا على جوج ديال الشعرات. كما كتشاهدوا هذه هي الهبطة ديال البياسة ديالنا، يعني من الفوق حتى لتحت. من بعد ما كنخليو هنا العبار ديال الفتحة ديال العنق كنبنيو الغراز. انا بنيت هنا 3 ديال الغراز ونزلت معهم ودرت الدقة ديال الثوب. غادي نبداو الخدمة ديالنا على بركة الله. بسم الله. كما كتشوفوا هنا انا درت الدقة ديال الثوب. غادي نخدم الغرزة الاولى والخيط دائري في هذا الاتجاه. غادي نزير الغرزة كما كتشوفوا باش ما تجينيش الخدمة يعني من بعد ما كانت مزيرة في الاول وعندها واحد العبار في العرض، يعني تمشي وهي كتزاد في العرض الا رخفت الغراز. كذلك خدمت الغرزة الثانية، غنزيد كذلك نخدم الغرزة الثالثة نفس الشيء، وكنحافظ دائما على نفس الزيار ديال الغراز. كندير الدقة ديال الثوب كما كتشوفوا الثوب، يعني كنجبدو قبل ما كندير الدقة ديال الثوب باش ما يجينيش تفاوت، لان غالبا الاخوات كيطيحوا في هذا المشكل، يعني كيجبدوا الجهه التحتانيه وكيشربوا الجهه الفوق كيجيهم تفاوت والتكماش في الهبطه ديال الخدمه ديال الراندا. بالنسبه ليا انا مثبت الثوب يعني من الجهات ب4 يعني فوق المخده باش ما يجينيش التفاوت وباش يتجبدوا الجهات بجوج في نفس الوقت. من بعد ما كنخدم الغرزة كما كتشوفوا وانا نازل كنخدم الغرزة الثانية نفس الشيء كما تكون كنزير الخدمة، يعني باش تجي الراندا مدقوقة يعني من البداية حتى النهاية. كذلك هنا لتحت كنجبد الثوب قبل ما كندير الدقة ديال الثوب نفس الشيء، وكنحافظ دائما على نفس العبار ديال الدقات ديال الثوب بالنسبة للمسافة بيناتهم وكذلك الطول ديال الغرزة اللي في الثوب. هادو نصائح للاخوات المبتدئات اللي كيشاهدوا معنا الفيديو باش حتى هما يستافدوا وياخذوا معلومات يعني تفيدهم في هذه الخدمة ديال الحصيرة.
ان كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو الصوره ديال الموديل كيهبط بالحصيره ديال الراندا يعني في الهبطه كلها حتى النهايه. عاد من بعد يعني الخطوه المواليه غادي نطرزوه ان شاء الله يعني بداك الطريزات اللي في الموديل. كما كتشوفوا كندير الدقه ديال الثوب الفوق ونفس العبار ونفس المسافه مع اللي سبقوا يعني من قبل. كذلك الغرزات ديال الوسط ما كنديرش غرزه مزيره وغرزه مرخوفه بحال هكا، كنزير يعني حتى كنحس بالعقده يعني بالغرزه تعقدات حتى النهايه. كما كتشوفوا خدمت 3 ديال الغراز. نفس الشيء هنا كنجبد الثوب عاد كنزير الدقه ديال الثوب باش ما يجينيش نهائيا التكماش في الخدمه ديالي. كذلك كنطلع نخدم هاد 3 ديال الغراز. ما كنخليش داك العوينه بيناتهم يعني واسعه بزاف باش ما تشرقليش الخدمه، يعني الحصيره ديالي تجي مدقوقه في الخدمه ومتقونه يعني حتى في الشوفه. ومن بعد فاش نطرزوها يعني حتى الرشيبات غيجيو يعني الشكل ديالهم غيجي يعني متقول، ما يجيوش يعني عوج في الخدمه. لان غالبا الراندا اللي كتكون الغراز ديالها مرخوفين والعوينات يعني واسعين حتى الطريزه كتجي يعني واخده واحد الحجم ما كيجيش مناسب يعني مع الرشمات الباقيين. كما كتشوفوا كنخدم عادي الخدمه ديالي يعني كنجبد الثوب يعني من الجهتين قبل ما ندير الدقه في الثوب. كذلك الغراز ديال الوسط كنزيرهم كما كتشوفوا كنخلي داك العوينات ضيقين اللي غنخدم من بعد فيهم الغراز. كذلك الجهه هنا الفوق كنجبد الثوب عاد كندير دقه في الثوب كما كتشوفوا. ما كنخليش يعني داك العوينات واسعين كنزيرهم في الخدمه. الا ولفتو يعني من البدايه يعني تخدموا الخدمه مدقوقه مزيره يعني غادي تبقاو دائما كتخدموا نفس الشيء. بالنسبه للاخوات اللي تعلموا كيخدموا الغرزه مرخوفه راهم باقيين كيخدموا نفس الخدمه كتجي يعني الراندا كتجي مرخوفه والعوينات واسعين يعني في الخدمه حتى الغرزات كيجيو مكركبين وكيجيو مرخوفين. ولهذا كلشي من البدايه كلشي على التعلام يعني ديال البدايه. ولهذا تبعوا معايا باش يعني تفهموا الشرح والتقنيه باش تبقاو تخدموا الحصيره ديال الراندا بشكل يعني متقون وتجي مدقوقه في الخدمه. كذلك هنا كما كتشوفوا الدقات ديال الثوب كناخدو العبار في يدينا وكنبقاو غاديين به نفس العبار. كذلك التكماش ما كيكونش نهائيا يعني بين الغراز. بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي الراندا ديالنا كتجي مكمشه، بالنسبه لك اختي كديري الغراز متباعدين وكتجبديهم يعني كيجي الثوب مكمش بين الغراز. ولهذا انا كنصحكم دائما كنقول لكم جبدوا الثوب قبل ما ديروا الغرزه ديال الثوب من الجهتين بجوج. ومن الاحسن يعني كتثبتوا الثوب يعني من 4 الجهات يعني اللي كتكونوا كتخدموا يعني في داك البلاصه كتثبتوا مع المخده 4 الجهات وكتكونوا مجبدينهم يعني مع المخده
بالإبر أو بالفناتي باش تلا سهيتو وما جبدتوش الثوب. فاش تجيو ديروا الدقات في الثوب كتكونوا دايرين الاحتياط بالنسبه يعني لهاد القضيه، كتكونوا مثبتين الثوب مع المخده ومجبدينه من البدايه. كما كتشوفوا هنايا يعني كنجبد الثوب من الجهتين، كندير الدقات كيجيو منتظمين، كيجيو نفس العبار، ومن الأحسن ما ديروهمش يجيو طوالين في الثوب يعني باينين من الجوانب أو يجيو مايلين وعيوج. حاولوا ما أمكن يعني ديروا نفس القياس ونفس العبار. كنستمروا بحال هكا في الخدمة ديالنا. كما كتشوفوا شتو الراندا كتجي مدقوقة ونفس العوينات كيبانوا يعني ضيقين، مع الحصيرة ديالنا كتجي يعني مدقوقة في الخدمة. كذلك الجوانب كما كتشوفوا ما كاينش يعني حس تكماش في الثوب نهائيا، واخا بلا ديغريساج يعني كتكون الخدمة مطلوقة يعني من البداية. شتو الدقة ديال الثوب كنزيروها حتى كتوصل هاد الغرزة للثوب، ما كيبقاش عندنا الفراغ بينها وبين الثوب. كذلك غادي نهبط كنخدم الغراز بثلاثة. كما كتشوفوا كنزير ونجبد الخيط هنا لتحت باش ما نخليش هنايا الفراغ كبير، من بعد غنجي ندير فيه الغرزة تبقى العوينة واسعة. نفس الشيء كذلك الباقي الغراز. كما كتشوفوا هنايا يعني دائما كيكون متحكمين في الثوب كنجبدوه، ولا ما كناش مثبتينه مع المخده يعني الجهه الفوق ما كتكونش يعني حاكمينها بحال الجهه لتحت. يعني دائما غالبا كيجيكم الثوب الجهه الفوق كيجيكم ناقص في العبار في النهايه، وكيجي فيه التكماش والديكالاج يعني كيجي بحال اللي ملتاوي من هنايا الفوق ومن هنا كيجي مسرح. ولهذا ردوا البال لهاد المسألة يعني في الخدمة ديالكم من البداية باش تجيبوا الثوب متساوي في النهاية، وما يكونش عندكم مشكل ديال التكماش أو تفاوت. وفي نفس الوقت الغراز كيجيو كما كتشوفوا منتظمين ونفس العبار ونفس القياس، وكيجيو صغيورين ما باينينش في الثوب يعني بحجم كبير تنحتاجو نغطيوهم في الاخير بالطريس. شتو كنخدمو خدمة كتجي مدقوقة من البداية للنهاية، يعني كل غرزة كنعطيوها وقتها كنعطيوها حقها يعني باش كتجي نفس العبار مع اللي سبقو. كذلك هنا الدقات ديال الثوب كما كتشوفوا كيجيو نفس العبار من الجهتين. صافي دابا غادي نبقى مستمر يعني كنخدم الحصيرة ديالي حتى النهاية باش نرجع معكم نخدمو يعني الزواقة ديالنا ديال الموديل. انا رجعت معكم بعد ما خدمت هاد المسافة ديال الحصيرة. كما كتشاهدوا هذا هو الشكل ديال الخدمة ديالنا كيفاش كيجي منتهى الدقة ومنتهى الاتقان. كما كتشوفوا الخدمة كتمشي نفس العرض يعني من البداية حتى النهاية، وبالنسبة للدقات ديال الثوب كيجيو متساويين ونفس العبار ونفس المسافة بيناتهم. كما كتشوفوا الخدمة ديالنا مطلوقة ما محتاجاش عاد الديغريساج يعني من البداية
بالنسبة للنصائح اللي عطيتكم، إلا تبعتوهم ما يكونش عندكم التكماش في الخدمة، وما يكونش عندكم إن شاء الله التفاوت. وكما كتشوفوا الحصيرة ديالنا العوينات ديالها نقيين وواضحين ونفس العبار، وكذلك ما مشعرينش. يعني بالنسبة فاش كنجيو نهزو الغرزة ديالنا كنهزو الخيط كاملا، ما كنهزوش الشعيرات منه ونخليو شعيرات. كتسمى الراندا مشعرة، يعني كتجي فيها الديفو، كتجي ناقصة في النظرة والشوفة. غادي نبداو الزواقة ديالنا على بركة الله. كناخدو اللون الاخضر بيستاج او اي لون اختاريتو من الالوان 3 اللي وريتكم سابقا. غادي نجيو هنايا يعني الفوق كما كتشوفوا الاول غرزة عندي هنايا، يعني كتجي في الجهة الفوق. غادي نرجع في نفس الغرزة كما كتشوفوا هنايا، وغادي نجبد الابرة باش غادي نثبت الفتلة ديالي يعني بالسريفة، يعني من الجهة ديال الظهر. وفي نفس الوقت غادي نطرز يعني داك الغرزة الفوقانية كما كتشوفوا هنايا. كنشد العوينة كندير فيها الابرة يعني باش كنثبت الفتلة ديالي. من بعد ما كنثبت الفتلة بهذا الشكل وكنطرز اول غرزة كما كتشوفوا، كنتقل هنا يعني السطر اللي تحت منها اللي كيتكون من جوج غراز، كتجينا الغرزة في الوسط يعني اللي طرزنا. شفتوا كنجيو هنا كناخدو جوج الغراز وكنمشيو للسطر الموالي مباشرة كما كتشوفوا هنا. غادي ناخد 3 الغراز يعني غادي نطرزو الهرم الاول. شفتوا كذلك هنايا غادي يكونوا 4 ديال الغراز، وغادي ننتقل مباشرة للسطر الموالي. شفتوا 4 الغراز. دابا هنايا 5 الغراز يعني في كل سطر كتزاد لنا غرزة باش كيعطينا الشكل ديال هاد المثلث او الهرم. دابا هنايا الغرزة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة هنا السادسة. شفتوا كنساليو ب6 د الغراز، كنبداو بغرزة كنساليو المثلث ديالنا ب6 ديال الغراز. من بعد ما غادي نخدم يعني بهذا الشكل المثلث ديالي، غادي نجر هذا الخيط يعني الظهر ديال الثوب باش غادي نطرز المثلث الموالي باللون المغاير الثاني اللي غادي نخدم به الرشمة ديالي. كناخد اللون المغاير الثاني اللي غنكمل به الزواقة ديالي. اختاريت هذا اللون البرتقالي كيجي يعني جميل مع اللون الاخضر بيستاش. دابا غادي نبدا الهرم يعني بالمقلوب بالنسبة للزواقة ديالي في الوسط. كما كتشوفوا هنا غادي نخلي السطر بين الهرم الاول والهرم الثاني اللي غيجي فارق لنا الزواقة ديالنا باش يجيو يعني معزولين باينين يعني في الخدمة وفي الشوفة. هنايا غادي نرجع يعني ما نرجعش لهاد الغرزة اللي هنا من قبل، هي اللي غتجي هاد السطر فارق لنا يعني المثلث الاول. غادي نجي هنايا وغادي نكمل يعني الخدمة ديالي، يعني نطرز اول غرزة وكذلك غادي نثبت الفتلة ديالي السريفة ديالها، يعني ندخل فيها الابرة باش نثبتها يعني من الظهر كما كتشوفوا. وغادي ننتقل كذلك للسطر اللي فوق الغرزة اللي طرزت يعني السطر الموالي. دابا غادي
ناخد جوج غراز يعني في الطريزة ديالي كما كتشوفوا. كذلك غادي ننتقل مباشرة للسطر اللي من بعد منه، غادي ناخد 3 ديال الغراز يعني في المثلث. كذلك السطر الموالي غادي ناخد 4 الغراز نفس اللي درت في البداية. السطر الموالي كذلك فيه 5 ديال الغراز، يعني دائما كتزاد لنا غرزة بالنسبة للقاعدة ديال الهرم او ديال المثلث. شتو دابا هنايا غادي نخدم يعني 6 ديال الغراز في الطريزة ديالي في النهاية ديالها، وغادي نرد هاد الخيط يعني للظهر ديال الثوب باش غادي نستمر باللون اللي بديت به في البداية. نفس الشيء غادي نخليو السطر كيفرق لنا يعني المثلثات مع بعضياتهم. يعني غادي ننتقل هنا مباشرة لهاد الغرزة اللي عندي هنا كما كتشوفوا. يعني نتوما الاختيار ديالكم، ممكن تبداو الطريزة من هنا الفوق او من هنا لتحت بحال. غادي نجبد هاد الخيط اللي ساليت به. دابا هنايا غادي ناخد 6 ديال الغراز بالنسبة للقاعدة ديال الهرم او المثلث. دابا غادي نبقى كنقص دائما غرزة يعني في كل سطر يعني تنوصل يعني لذاك الرأس ديال المثلث، تبقى فيه غرزة في الأخير. ممكن ترزو يعني بلا مرمى، مجرد انكم تثبتوا البداية الهبطة يعني بالإبرة مع الخدية وتستمروا كترزوا بحال هكا، يعني بكل بساطة بكل سهولة. يعني ماشي بالضروري المرمى في اي طرز ديال الراندا. هانتوما يعني في كل سطر كتنقص لنا غرزة يعني من العدد. كما كتشوفوا كنزير الخيط ديالي هنايا. هاد السطر يعني نسيتو، غادي نخدمو دابا حتى كنعمر الطريزة ديالي يعني كلها. شتو دابا بقات ليا الغرزة الأخيرة عندي هنايا الفوق. كما كتشوفوا دابا الرشمة ديالي كملات. بالنسبة لهاد الخيط يعني الا كنتو غادي ترزو نفس الالوان كتستمروا بالخيط في الظهر ديال الخدمة، يعني كديروه في الطوية في الثنية ديال الثوب من الجانب وتخرجوا به يعني في البلاصة اللي غترزو بها. ناخد دابا يعني اللون الثالث يعني المغاير كما كتشوفوا القرفي. دابا غادي نبدا به الرشمة الموالية. غادي نحسبو هنايا او بالسنتيم او بعدد ديال هاد الغراز اللي جنب المثلث. يعني هنا غنبقاو نحسبو نفس العدد اللي عندنا ديال الغراز، دائما غنحافظوا عليه بين كل رشمة. دابا انا عشوائيا غادي نبدا يعني هنايا المثلث كما كتشوفوا. بالنسبة لكم نتوما تحافظوا على نفس العدد اللي غادي تبداو به، يعني نفس المسافة بين الرشمات. هنايا انا خديت 6 ديال الغراز يعني كقاعدة المثلث ديالي. دائما كنحافظوا على نفس العبار ونفس المسافة. كما كتشوفوا غادي نبقاو نقزو يعني نقصو غرزة في كل سطر. بالنسبة خدينا 6 الغرزات كبداية. دابا غادي ناخدو 5 ديال الغراز وكذلك 4
ديال الغراز في السطر الموالي. دابا 4 ديال الغراز، كذلك 3 د الغراز في هاد السطر. حتى كنكملو المثلث ديالنا دائما كنقصو غرزة الا بديناه يعني من القاعدة يعني ديال المثلث. شفتو دابا 2 غراز، غتبقى ليا هاد الغرزة ديال الوسط كما كتشوفوا. دابا غادي ننتقل للمثلث يعني الموالي، وغادي نخلي كذلك يعني 3 ديال الغراز، لأن الغرزة الأولى اللي كتفرق ليا الرشمات بيناتهم، وكذلك الغرزة الثانية غتكون هي الرأس ديال المثلث اللي غيجي مقلوب. وهنايا غادي نبدا يعني المثلث الموالي باش غيجيو الأسطور يعني فارقين بيناتهم. كما كتشوفوا هذا هو المثلث الأول. هنايا كما كتشوفوا خليت 3 ديال الغراز باش هنا غيجي الراس ديال المثلث اللي مقلوب، وغيبقاو لنا هاد الغرزات اللي في الجوانب هما اللي يبقاو فارقين المثلثات ديالنا. دابا نفس الشيء هنا غادي نحسب 6 ديال الغراز كما كتشوفوا هادي، وغادي نكمل بنفس الخيط يعني المثلث الثاني. نرجع هنا باش يجيني على يدي باش نطرز يعني مباشرة. صافي دابا نفس الشيء غادي نبقاو نقصو غرزة في كل سطر كما درنا سابقا. يعني بدينا في 6 الغرزات، 5 4 3 يعني حتى النهاية حتى كتبقى لنا الغرزة اللي في الرأس ديال المثلث. وبقاو لي 2. دابا نخدم الغرزة هنايا الأخيرة عندي في هذا المثلث. من بعد ما كنسالي المثلث كنرد الخيط يعني للظهر. بالنسبة إلا كنتو غادي تمشيو بنفس يعني ترتيب الألوان كما قلت لكم، الخضر حنا غادي ننتقلو به يعني من الظهر ديال الثوب لهنايا. بالنسبة لهاد القرفي يعني إلا كنتو غتستمرو غير بهاد 2 الألوان يعني بهاد 2 السواقات. إلا بغيتو تخالفو الزواقة الثالثة تخالفو لها يعني الألوان، ممكن تخدموها يعني بسميتو بالبرتقالي ومعاه القرفي. فهمتوا يعني غادي تستمروا دابا بالقرفي يعني في الظهر ديال الخدمة، وغادي تبداو بفتلة ديال البرتقالي يعني تخدموه مع القرفي باش تعكسوا الألوان ب3 يعني مع بعضياتهم. دابا كما كتشوفوا هنا غادي نخدم المثلث يعني ديال الوسط بالاخضر. شفتوا بكل بساطه وبكل سهوله كنطرزوا الراندا ديالنا. هانتوما شفتوا جاو داك الاسطور يعني فارقين الزواقات ديالنا من الجوانب كما درنا في البدايه. دابا هنايا يعني ما نحتاجش دابا الاخضر الا كنت غادي نعكس يعني الالوان ب3 كما قلت لكم. هنا نخدموا الزواقه المواليه غير بالبرتقالي ويعني والقرفي. هنايا ممكن نرتقوا يعني نثبتوا الفتله ديالنا من الظهر بالنسبه للاخضر بيستاج، ونقطعوا يعني الفتله ونمشيو بها من الجانب ديال الثوب في الطويه ديال الثوب تنوصلوا الرشمه المواليه اللي غنخدموا بها
نفس اللون. وبهذا نكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الموديل ديالنا، الطريزات كيفاش كيجيو. كنتمنى الفكرة والفيديو يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معنا بهذا العمل. الى اللقاء في اعمال مميزة كما عودناكم دائما.